إن أهمية انعقاد هذا المؤتمر لا تنحصر في كونه نواة لبناء المجتمع فقط، إنما لعقده في ظروف عصيبة مرت به البلاد بعد سقوط الدكتاتورية، وما تعرض له الشعب العراقي من مآسي وحروب هي إفرازات هذا التغيير. وقد لعبت العشيرة دورا مشهودا في إيقاف تداعيات هذه الإفرازات. ومن هنا أدعو إخواني عشائر آل بعبود إلى العمل على تعزيز هذا الاتجاه وترسيم وحدة المجتمع وتخليصه من هذه المخلفات وتفعيله على القيم العليا التي ترضي الله جل وعلا والمجتمع، لكي نصبح من المجتمعات المتحضرة. لذلك أدعوكم أيها الأخوة إلى دعم مؤتمركم هذا وإدخال مقرراته ضمن برامج حياتكم اليومية خدمة لإعلاء صرح آل بعبود كعشيرة واحدة متحضرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.